ازيكم؟ النادي الاهلي النهارده سافر بكل نجومه لجنوب افريقيا، وخد استثناء من سفارة جنوب افريقيا ان هو يسافر بكل نجومه دي تاني مرة. بيراميدز اتعامل بالمثل زيه زي النادي الاهلي وخد استثناء عشان لعيبته كلها تسافر معاه لجنوب افريقيا. حلو قوي الكلام دوت، حلو قوي الكلام ده. مشكلة اهتمت بيها كل عناصر الدولة والإعلام في الدولة لدرجة إن وزير الشباب والرياضة بنفسه اتدخل لحل الأزمة عشان خاطر اللعيبة تسافر، عشان إحنا اللعيبة هنا في مصر بتلعب بعقود وبيتعمل لها تأشيرات إقامة سياحية مش إقامة عمل. فسفارة جنوب أفريقيا عاملة مشاكل عن الموضوع ده. سوفر المهم إن الناس خلصت إجراءاتها وسافرت، ودي تاني مرة الاستثناء ده يحصل للأهلي، وبيراميدز خدوا بالمثل. للتنويه فقط، من أسبوعين 3 كده كان في لاعب مغربي اسمه بنتايك بيلعب في نادي مصري اسمه الزمالك. احنا ما عندناش البدائل المتاحة أصلا لباقي الفرق ديت، ومع ذلك ما خدوش التصريح، ما سافرش وما لعبش، واضطرينا إن احنا نلعب ببديل مش على نفس المستوى، او كان عنده مشاكل اساسا طبيه. اتعادلنا هناك 0-0، اتغلبنا هنا 1-0، خرجنا من البطوله. مبروك خروجنا من البطوله لكل المنظومه الجميله اللي ما ساعدش في نفس التوقيت ان الزمالك ياخد حقه زي ما الاهلي بياخد حقه وزي ما بيراميدز بياخد حقه. للعلم ان الاعلام ساعتها طلع قال ايه؟ قال ان اللعيب بيلعب في الزمالك بعقود غير قانونيه، وان الزمالك متهرب، وان العقود مش صح، وشنوا حمله على الزمالك كانت بسم الله ما شاء الله. فين الناس دي دلوقتي؟ مستخبية. فين الناس دي دلوقتي؟ هيشجعوا الأهلي في جنوب أفريقيا. يا جماعة استقيموا، استقيموا يرحمكم الله.